يا ترى مين فيهم الصح ومين الغلط؟ تعالوا نشوف. في يوم من الأيام كان في صياد قاعد على البحر، رامي السنارة بتاعته في المية وساندها وقاعد بيتشمس. كان مستني كده السنارة تغمز عشان ياخد السمك، يبيع اللي يبيعه واللي يتبقى ياخده يتعشى مع ولاده ومراته، ولو اتبقى شوية وقت آخر الليل يروح يقعد على القهوة مع أصحابه وقاعد آخر روقان. في نفس الوقت ده كان في رجل أعمال ماشي على البحر، شكله مهموم ووشه عليه علامات التعب، واضح إنه كان بينفض من عليه تعب يوم كامل من الشغل. وهو بيتمشى على البحر شاف الصياد، والمنظر ده بالنسبة له منظر غريب جدا وشوية مستفز. فراح الصياد يتكلم معاه: انت مش هتصطاد سمك كتير كده، خد تشوف لك شغلانة بدل القعدة اللي انت قاعدها دي. وبعدين تجيب شبك كبير وتصطاد سمك كتير. وبعدين هيبقى معاك فلوس تقدر تشتري مركب، وحتى تشغل ناس عندك. وبعدين هستفيد ايه؟ بقول لك بدل المركب هيبقى عندك مراكب وتقدر تصطاد في اعالي البحار وحتى تشغل ناس، وممكن حتى يشتغلوا لك وانت ما تشتغلش خالص. وهستفيد ايه؟ هو ايه اللي هتستفيد ايه؟ بقول لك هتبقى غني جدا 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 وهيبقى عندك فلوس كتير جدا، وممكن ما تشتغلش خالص بعد كده في حياتك، وانت حتى ممكن تقعد على البحر تتفرج على الغروب من غير ما تشيل هم خالص. وانت شايفني بعمل ايه؟ رجل الاعمال عنده وجهة نظر، والصياد برضه عنده وجهة نظر. محدش يعرف مين الصح ومين الغلط. تفتكروا انتوا مين فيهم الصح ومين الغلط؟ وتوتة توتة خلصت الحدوتة. يا رب تبقى حلوة ومش ملتوتة. اشوفكم المرة الجاية. سلام.